الفيديو ده للناس اللي معاها شهادة ومعاها لغة، اللي جايين على أمريكا. مبدئيا معاك شهادة ومعاك لغة دي حاجة كويسة جدا، بس ده مش جارانتي إن أنت تشتغل على طول. برضه في ناس معاها شهادات ومعاها لغة لازم يشتغلوا حاجات عادية الأول لحد لما توصل تفهم الكارير بتاعك هنا عامل إزاي، والانفايرمنت بتاعت الورك من جوه عاملة إزاي. ما هو أنت ما ينفعش برضه تيجي من مصر او من اي دولة تانية هم عندهم هنا طقوس وعندهم شغل تاني وعندهم بروبلم سولفنج بطريقة تانية. فانت لازم تفهم الاول هم شغالين ازاي عشان تمشي معهم. بعد ما تخش الشركة اعمل اللي انت عايزه، بس المهم تعدي من اول خطوة اللي هي الانترفيو. معاك حاجة مهمة جدا، بعض الاشغال انت مش محتاج تعادل شهادتك، يعني maybe 80% انت مش محتاج يبقى معاك شهاده او تعادل شهادتك، انت محتاج خبره ان انت تعدي من الانترفيو. ممكن تخش الانترفيو وتعدي، بس لازم تعرف التكنيك بتاع الانترفيو بتاعهم عامل ازاي وهتمشي ازاي. انا بكلمك عن الناس اللي معاها شهاده ولغه ومعاها ورق، يعني انت جاي هجره وجاي على جرين، عشان انت لو جاي عشان تعمل لجوء او تعمل اي حاجه تانية انت لا، انت كده ترجع للفيديو اللي انا عملته للناس اللي معهاش شهاده ولا معاها لغه. ليه؟ عشان انت هتبقى زيهم بالظبط لحد لما تطلع اول ورقه، بعد كده تقدر بقى تعمل اللي انت عايزه. فكل الناس اللي معهاش ورق وجايين يعملوا قضيه ويقعدوا، ده يعتبر ولا معاه شهاده ولا معاه لغه، ولازم ينزل على مكان فيه عرب، ولازم يشتغل مع عرب، ولازم يسيق ويكنس ويعمل كل حاجه لحد ما يطلع اول ورقه. لما بتطلع اول ورقه نبتدي بقى نعمل كاتيجورايز للناس. انا معايا شهاده ومعايا لغه، انا اقدر اطلع من المنطقه دي، اطلع اروح اشتغل في حته تانية، اشتغل في شركه كبيره. انا معايا ورقه اتليست ورك بيرميت، اول ورقه بتشتغل بيها وتقدر تاخد بيها شيكات. خلينا فاهمين، لو انت معاك شهاده ومعاك لغه ما تخليش حد يضحك عليك من اي فيديوهات ويقول لك انت هتيجي هنا تبقى برنس من اول يوم. طول ما انت معاكش ورق انت زيك زي اللي معهوش اي حاجه. لازم تعيش مع عرب، تشتغل مع عرب، مفيش امريكان هيشغلوك. فانت تفهم ان انت الاول سنتين او اول 3 سنين او اول 6 شهور وريفر، انا ما اعرفش الورق بياخد قد ايه، اول ما بتاخد ورك بيرميت تبتدي تشوف انت بقى خيالاتك رايحه فين. قبل الورك بيرميت انت زيك زي اللي معهوش اي حاجه، عشان ما فيش شركه هتشغلك.